السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض المحافظة رقم 17 محافظة سوهاج، إدارة جهينة التعليمية، في كتاب الأضواء صفحة 199. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. هتلاقي عندك برضو في أسفل الفيديو قائمة تشغيل بحل جميع المحافظات من أول محافظة رقم 1 حتى المحافظة رقم 19. السؤال الأول: ألف، اكتب مدلول الأرقام على الخريطة. واحد تشتهر بوجود عيون كبريتية. هنا كده في الصحراء الغربية ديت واحد إيه؟ ديت واحد سيوة. واحد سيوة تشتهر بوجود عيون كبريتية. 2 دير بجنوب سيناء. هنا كده دير سانت كاترين. سانت كاترين يبقى دير سانت كاترين بجنوب سيناء. 3 محافظة بها متحف النوبة. هنا محافظة أسوان، يبقى محافظة أسوان بها متحف النوبة. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1 قام بأول محاولة للطيران بجناحين في محاكاة لحركة الطيور. ده عباس ابن فرناس. عباس ابن فرناس، يبقى عباس ابن فرناس. 2 رياضة تراثية شهيرة تتسابق فيها الإبل اللي هي الجمال وتحضرها الوفود العربية. ديت رياضة سباق الهجن. سباق الهجن، يبقى سباق الهجن رياضة تراثية شهيرة تتسابق بها الإبل وتحضرها الوفود العربية. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1 يرجع فن التحطيب إلى المصريين القدماء. ديت صواب. والدليل: حيث وجد على حائط معبد الكرنك الإله حورس وهو يعلم الملك أمنحتب الثالث فن التحطيب. 2 شيد عمرو بن العاص مسجده في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ديت صواب. 3 تنخفض نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بالحضر. خطأ، لأن ترتفع نسبة الأمية في الريف مقارنة بالحضر. بما تفسر يكتفي بذكر سبب واحد أهمية السياحة للاقتصاد المصري. السياحة توفر فرص عمل للشباب، تسهم بنحو 12% من الدخل القومي، وتعد المصدر الأول للعملات الأجنبية. يبقى تعد السياحة المصدر الأول للعملات الأجنبية وتسهم بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي. يبقى السياحة تعد المصدر الأول للعملات الأجنبية وتسهم بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب. 2 بناء المصريين القدماء للأهرامات بسبب الاعتقاد في البعث والخلود ودفن الملوك بداخلها. يبقى بسبب الاعتقاد في البعث والخلود ودفن الملوك بداخلها. يبقى بسبب الاعتقاد في البعث والخلود ودفن الملوك بداخلها. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 تجري مصر تعدادا للسكان كل 10 سنوات. 2 السلطة القضائية في مصر يمثلها المحاكم المتنوعة. 3 إحدى مناطق التراث الثقافي في مصر معبد الكرنك. معبد الكرنك ده تراث ثقافي. أما محمية رأس محمد جبل موسى ده تراث طبيعي. صواب ما تحته خط فيما يأتي. 1 أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات بالسفن إلى بلاد النوبة. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات بالسفن إلى بلاد بونت. يبقى أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات تجارية إلى بلاد بونت لجلب البخور والعاج والعطور والأحجار الكريمة. 2 أسرع أنواع النقل في مصر هو النقل المائي. أسرع أنواع النقل في مصر هو النقل الجوي. يبقى النقل الجوي أسرع أنواع النقل في مصر لنقل الركاب والبضائع سريعة التلف. وبكده نكون وصلنا لنهاية حل امتحان محافظة سوهاج. وما تنساش تتابع معانا بحل المحافظات، هتلاقيها تحت في الوصف في قائمة تشغيل. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.